تخيل إنك تشتغل بشركة كبيرة وكل شيء ماشي تمام، لكن فجأة يجيك واحد يكشف حقيقتك للعالم، ومو أي أحد، هاكر ويوتيوبر محترف. في مقطع اليوم بنتكلم عن مجموعة موظفين كانوا يعتقدون إنهم أذكى الناس، لكن ما توقعوا إنه في ناس أذكى منهم يراقبونهم خطوة بخطوة. واليوم بنشوف لحظة فضحهم وردات فعلهم لما اكتشفوا إنه لعبتهم انتهت. أول نصاب معنا من كولكاتا بالهند، وهو واحد من ضمن مجموعة نصابين ينتحلون شخصية موظفي البنوك، وهم في الأصل مو حتى مكاتب، وإنما قاعدين ببيوتهم ويخططون لكل شيء عن طريق جروب تيليجرام. لكن اللي ما يعرفونه إنه في هاكر محترف كان يراقبهم بصمت، قدر يخترق جهاز واحد منهم وبدأ يسمع كل الاتصالات اللي يسوونها مع الضحايا ويشوف كل المحادثات بينهم، وبذكائه قدر يوصل لمعلومات أحد أفراد المجموعة واخترق حسابه بالكامل. الهاكر صار عنده وصول لكل ملفات النصاب، صوره الشخصية، معلوماته، عنوان بيته، وحتى رقم جواله. لكن بدل ما يفضحه بطريقة تقليدية قرر يسوي طريقة ما حد سبق وفكر فيها. International fraud. It's a fraud activity, ma'am. Please be serious. It's a fraud activity. It's happening. Hello? Hello? Yes, hi, Miss Margaret. Yes, Miss Margaret, can you hear me? Yes. Yeah, I just wanted to warn you because I do scam investigations. I make documentaries about scams and they are trying to steal money from you. They are not actually with your bank, okay? Everything that they said to you so that there's a charge on your account, all those kind of things that they told you is fake. It's a fake story. Oh, I see. Okay, yeah. All right. So again, if somebody calls you, please do not pick up the call and just try to call your bank's official phone number and ask them just to confirm that nothing weird is going on with your account again, okay? Okay, thanks. Thanks for Have your a nice help. day. Bye-bye. قرر يعلق صورته بالشوارع وبدأ يبحث عن لوحات إعلانية قريبة من بيته، وفعلا تواصل مع المسؤولين وطلب يحط صورة النصاب ومعها الجملة الصادمة: أنا نصاب، ليش الشرطة ما مسكتني للحين؟ وبرضه حط رقم جوال النصاب. المسؤولين طلبوا مبلغ كبير والهاكر بدون تردد وافق، لكن لما أرسل التصميم رفضوا فورا. الهاكر ما استسلم، قرر يسوي فيديو مزيف كأنه إعلان حقيقي بالشوارع ويعرضه على شاشة حاسوب النصاب. النصاب كان جالس في أمان الله وفجأة شاف صورته معلقة بلوحة إعلانات بالشارع جنب بيته. Hey, Sujoy. Hey, Sujoy, can you hear me? Hey, Sujoy, why are you scamming people, buddy? Sujoy, can you hear me? Why are you scamming people, buddy? What's going on, man? Why are you scamming people? I can hear you, by the way. You can speak to me. Why are you scamming people? I can hear you, by the way. You can speak to me. Why are you scamming people? Hey, Sujoy, can you speak to me for a second? Hey, Sujoy. من الصدمة نسي كيف يتكلم، وكان الخوف واضح عليه، وبدون تفكير مسك اللابتوب وكسره واختفى. في بيت عادي جدا بأحد الأحياء بالهند بتعيش عائلة كل همها وشغلها النصب والاحتيال الإلكتروني. الأب هو العقل المدبر، لكنه ما يشتغل لحاله بل كل أفراد العائلة. طريقة النصب عندهم عبقرية وخبيثة بنفس الوقت. يرسلون رسالة ظاهرها إنها من مايكروسوفت، رسالة تخوفك وتقول لك إنه جهازك في خطر وإنه لازم تتصرف بسرعة قبل ما يخترقونه الهاكرز. طبعا الضحية المسكين ما يدري إنه المجرم الحقيقي هو اللي أرسل له رسالة. مجرد ما يضغط على الرسالة يتم اختراق جهازه بالكامل، والعملية تبدأ لما يطلبون منه الدخول لحسابه البنكي. هنا يصير عندهم وصول لكل بياناته ويشوفون رصيده في البنك وياخذون كل شيء. هذه العائلة قدرت تنصب على عدد كبير من الناس حول العالم، ووسط كل هذا النصب كان في هاكر محترف قرر ينتقم من العائلة هذه واخترق أنظمتهم وراقب كل تحركاتهم وقرر يواجه الأب مباشرة. You can see it on the screen. Hello? You can see my ID now, Mr. Sarvesh, right? This is your face, right? On the screen? Hello, Sarvesh? I want to ask you some questions. Can you hear me? Mr. Sarvesh from... Yes, sir, I'm listening to you. Okay, so let me ask you a question, all right? Since you want to be so smart. Is that fine? You can see this person on the screen, right? That's you. I'm not able to see that. Why are you covering the camera if you can't see it? Let me see your pretty face. Why are you scamming innocent people logging into their bank accounts? I didn't understand your question. All right, listen. Why are you scamming innocent people for 7 years, since 2017? Sorry? You must be... What are you trying to do with the camera?
Oh, Sarvesh, the police are going to come to your house. Don't worry, I've reported all of your information. Your son as well, your cousin or your brother, whoever that other is in the background with the glasses. And where's your wife? Oh, how original, mate. You guys always say the same. It's getting boring now. Oh, yeah. Can't take that webcam like a good boy. Let me see your face. Move that out of the way. Speak to me like a man. You little scammer. Speak to me. Stop laughing. What? Tell your friend to speak to me then. Oh, no, don't tape it up. Yeah, I hope you stop. أول ما انكشف بدأ يغطي كاميرا الجهاز، وبعدها جاب قناع ورقي وحطه على وجهه عشان ما حد يشوفه، وهو ما يدري أصلا إنه مراقب من كام يوم. بعد هذه الفضيحة الأب اختفى تماما وما حد سمع عنه شيء. تخيل تكون ضحية احتيال وتدور على أحد يساعدك تسترجع فلوسك، تلقى ناس يدعون إنهم خبراء في محاربة المحتالين فتثق فيهم على طول، لكن الصدمة إنهم نصابين فقط منتحلين أسماء هؤلاء الأشخاص. هذا بالضبط اللي سوتها عصابة نيجيرية، ينتحلون أسماء شخصيات مشهورة بمحاربة الاحتيال ويستغلون الضحايا اللي يدورون عن المساعدة. لكن لسوء حظهم إن اليوتيوبر الهاكر اللي كشفهم كان صديق لهؤلاء الأشخاص الحقيقيين، فقرر يسوي فيهم أكبر مقلب في حياتهم. اليوتيوبر تواصل مع النصابين وتظاهر بأنه ضحية، لكن فجأة صار اللي كانوا ما يتوقعونه. Hello, can you hear me? Yeah, you sound so cute, sweetie. How old are you? Oh my god, this call is going far. Can you just give me the Okay, link? get ready for the link. Okay. Okay, wait, look. I want you to do... Can you just paste me the link on Skype or WhatsApp? Okay, look at your Skype. I'm going to send you the link. Okay, I will be waiting. Oh, wait, stay Okay, on the phone. so I end need the you call. to tell me... No, don't end the call. Don't end the call. I need you to get ready for your surprise. Look, it's quite a lot of money I'm going to send you. So, I need Okay, you to do something okay. for me. Let's count down from 3. Let's do 3, 2, 1, and then I'm going to send you the gift on Skype, okay? Okay. Okay. You see it on the computer? Yeah. Okay, so look, now I'm going to tell you the amount of money I'm going to send you, but I need you to count down with me. 3, 2, 1. Is that okay, yeah? Okay. Okay, let's do it. Let me hear you say 3, 2, 1. Let me hear you say it. 3, 2, 1. Is it on No, your screen? not at all. You not see it? It should be on your screen now, honey. اليوتيوبر نشر الفيديو وجاب ملايين المشاهدات، ومع هذه الفضيحة أكيد اختفوا بدون أثر. هذا النصاب كان شغال في الاحتيال على الناس، يوهمهم إنه مختص في استرجاع الأموال أو حل مشاكل الاختراق. لو لاحظتوا أغلب النصابين في مجال الاحتيال المالي واختراق البيانات يطلعون من الهند. المهم النصاب هذا قدر فريق محاربة المحتالين يخترقون نظام جهازه بالكامل، وصار عندهم وصول لكل ملفاته وحتى كاميرا اللابتوب الخاصة فيه، وراقبوه لعدة أيام يشوفون كل تحركاته، كيف يتكلم مع الضحايا، كيف يقنعهم بطرق احترافية، ومرات كانوا يتدخلون ويحذرون الضحايا قبل لا يكمل خطة. فريق محاربة المحتالين قرر يفضحه أمام العالم. فجأة وهو جالس بأمان الله قدام اللابتوب شاشة جهازه تغيرت وبدأ بث مباشر، لكن مو أي بث مباشر بوجهه. So is he on? Oh no! أكيد انصدم، ومن الصدمة سكر جهازه واختفى عن الإنترنت وما حد سمع عنه شيء بعدها. وبكذا نكون وصلنا لآخر المقطع. إذا عجبكم لا تنسون تحطوا لايك، ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم المقاطع الجاية، وأنا أشوفكم إن شاء الله في المقطع الجاي. الله يسعدكم. ومواقف ترى يا قناة إكرام ودايم جديدة جرائم.